بص يا نجم، ال OOP يعني Object Oriented Programming. عشان تفهم الكونسبت نفسه محتاج تفهم 4 مبادئ: الأول Encapsulation، التاني Abstraction، التالت Inheritance، الرابع Polymorphism. يبان كلام كبير بس الحوار بسيط خالص. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. مش سالتني السؤال؟ اجاوب بقى سيادتك. طبعا اجاوب سيادتك. طبعا. محتاجين بس الأول نرجع خطوة لورا كده. كان عندنا الأول حاجة اسمها Procedural Programming، اللي هو من الآخر بيبقى عندك برنامج فيه مجموعة functions، ولو مش عارف يعني ايه functions في فيديو تقدر تشوفه بيشرح يعني ايه function. المهم، في ال Procedural Programming بيبقى فيه شوية variables والfunctions بتعمل عليها عمليات معينة وبس كده. وده من أنواع البرمجة البسيطة اللي أكيد اتعلمتها قبل ما توصل لجزء ال OOP. في مرحلة ما هتوصل لإنك مثلا عندك 20 أو 30 فانكشن، في أجزاء بينها مشتركة وبتتكرر نفس أجزاء الكود، وفي functions بتنادي على functions تانية، ولما تغير حاجة تانية تبوظ وهكذا. ده اسمه سباجيتي كود، وده مش كويس طبعا. دايما لما تلاقي نفسك بتكرر نفس الكود مرتين اعرف على طول انك كده بتعمل حاجة غلط. Do not repeat yourself. ما تكررش نفسك، ما تكررش نفس الحاجة مرتين في الكود. ده يوصلنا بقى لجزء ال OOP. في ال OOP بنجمع الحاجات اللي بينها حاجة مشتركة في حاجة واحدة بنسميها object، وبيكون الأوبجكت ده ليه حاجتين: methods اللي هي functions، و properties اللي هي المتغيرات أو ال variables بتاعته. مثلا عندنا عربية، العربية هي object ليها properties زي الموديل واللون وسنة الصنع، وليها methods زي اتحركي لقدام أو اتحركي لورا أو اشتغلي، اقفي، وهكذا. طيب، خلينا ناخد مثال ليه علاقة بالكمبيوتر فعلا، ان هتقولي عربية، انا ما عنديش عربية في الكمبيوتر. طيب، المثال بتاعنا هيبقى اوبجكت في لعبة. خلينا نفترض ان عندنا شخصية خارقة في اللعبة اسمها سوبر فرخة، وسوبر فرخة دي عندها صفات وبتعمل حاجات بطريقتها الخارقة. البروبرتيز بتاعتها ان لونها ابيض، حجمها متوسط، بتجري بسرعة، وتقدر تهز شجرة عشان الفاكهة تقع، وهكذا. خلاص هو انت ايه بتضحكوا عليا انا؟ ينعل اللي جاي الحكم بعد يلا. دي كلها properties، خصائص. الميثودز بقى او الافعال بتاعتها انها بتجري، لو طلبت منها ان هي تجري هتجري بسرعة البرق. هز الشجرة، لو طلبت منها تهز الشجرة الفاكهة هتقع واي حد يقدر يلقطها. في ال OOP نقدر نعمل سوبر فرخة كأوبجكت، ولو عايزين نضيف ابطال خارقين زيها نعمل نسخ جديدة ليهم بصفات وافعال جديدة. طيب، ده ينقلنا لنقطة تانية اسمها الانهيرتنس او الوراثة. عايزين نضيف شخصية جديدة، مثلا سوبر كتكوت. الكتكوت برضو بطل خارق عنده صفات مشابهة لسوبر فرخة، لكن بطريقة تناسب حجمه. فالخصائص أو البروبرتيز الجديدة بتاعت الكتكوت هتكون إن لونه أصفر، حجمه صغير، وإن القدرة الخارقة بتاعته إن هو بينط بسرعة. طيب، الميثودز أو الأفعال بتاعته إن هو بينط، بدل ما بيجري بسرعة هو بينط، بيهز الوردة مش بيهز شجرة. ففي ال OOP بنعمل سوبر كتكوت بحاجة اسمها child class، يعني كأن هي فرخة بس طفل ورث صفات من الفرخة بس بشكل ايه مختلف. دي سوبر فرخة لأنه ورث منها شوية صفات بس ضفنا له حاجات خاصة بيه. طيب، نتنقل بقى لحاجة بعدها اسمها البوليمورفيزم. التعددية أو البوليمورفيزم معناها إنك بتستدعي نفس الفعل لكل الأبطال بس كل واحد بيعمله بطريقته. لو عندك سوبر فرخة وسوبر كتكوت وقلت لهم اجري، سوبر فرخة هتجري بسرعة، سوبر كتكوت هينط بسرعة خارقة. نفس الفعل التحرك نفسه بس كل بطل بيعمله بطريقته. من الآخر هما الاتنين مشتركين في نفس الفانكشن، في نفس الميثود، ولكن كل واحد بيعملها بشكل مختلف. آخر حاجة الانكابسوليشن أو الخصوصية. ده معناه إن الصفات اللي تخص كل بطل متخزنة جوه البطل نفسه، يعني محدش يقدر يغير قوة سوبر فرخة إلا لو عنده تصريح أو permission إنه يغيرها. طيب، البطل كأنه عنده أسرار واحتفظ بيها لنفسه. يعني البطل ده عنده سوبر باور، مثلا سوبر فرخة عندها قدرة معينة محتفظة بيها لنفسها، مفيش أي حد يقدر يعدل عليها أو يغيرها. تمام. فمن الآخر الانكابسوليشن ده كأن البطل عنده أسرار ومحتفظ بيها لنفسه مش بيشاركها مع حد. كده بكل بساطة تكون فهمت يعني ايه OOP من خلال مثال بسيط اللي هو السوبر فرخة وسوبر كتكوت. بس كده الفيديو خلص، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.